مصر خارج الصورة. اتفاق سري بين السودان وأثيوبيا بيهدد أمن النيل. تعالوا نحكي القصة دي من البداية، بس مش أي قصة، دي قصة فيها أسرار مهمة جدا لكل مصري بيهتم بمية النيل. بس قبل ما أقولك المعلومات المهمة دي، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة. السر الأول في المعلومة دي إن مصر بره الصورة. في 26 أكتوبر 2022 السودان وأثيوبيا وقعوا اتفاقية سرية في الخرطوم عشان تنظم تشغيل وملء سد النهضة، وده كله من غير ما مصر تكون موجودة. الاتفاقية دي وضعت قواعد تشغيل السد ما بين 625 و 640 متر، وكمان الأثيوبيين اتفقوا يصرفوا على الأقل 300 متر مكعب في الثانية عشان يحافظوا على النيل الأزرق. تخيل كده، أهم نهر في مصر ومصر بره أي قرار فيهم. السر الثاني التنسيق السري بين السودان وأثيوبيا. الاتفاقية مش بس كلام على ورق، ده فيها تبادل بيانات يومية وشهرية عن مناسيب المياه وجودتها، وكمان بيانات أرصاد جوية، كأنهم عملوا غرفة تحكم مشتركة تاخد قرارات بسرعة في أي أزمة من غير ما مصر تعرف أي حاجة. يعني لو حصل أي خلل أو مشكلة، السودان وأثيوبيا قادرين يتصرفوا بسرعة ومصر ممكن تتفاجئ. ثالث سر في الموضوع ده وهو التأثير الكبير على مصر. مصر بتعتمد على النيل ب 97% من المية بتاعتها، وحصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب. أي تغيير مفاجئ في تدفق المياه ممكن يضرب الزراعة والكهرباء والحياة اليومية لكل المصريين. وبالرغم من كل المفاوضات الطويلة من 2011، مصر لسه ما عندهاش اتفاق ملزم مع أثيوبيا. الاتفاقية دي أكدت أن التوترات مش هتنتهي بسهولة، والأخطر كمان إن السد بيكلف حوالي 4 مليار دولار لإنتاج 6450 ميجا وات كهرباء، وده بيخلي أثيوبيا مستمرة في ملء السد رغم اعتراض مصر، وده بيهدد الأمن المائي بشكل مباشر. الخلاصة، لازم مصر تتابع كل جديد عن سد النهضة وتكون واعية لكل خطوة بيعملها السودان وأثيوبيا، لأن أي قرار هناك ممكن يمس حياة الملايين في مصر. وفي نهاية الفيديو ما تنساش زي ما قلت لك تعمل لايك وشير الفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة أول بأول.